وبكده حضرتك تقدر تحصل على كهرباء ببلاش عن طريق ايه بقى؟ هذا السولار بانل. استنوني في فيديوهات قادمه عن موضوع الطاقه الشمسيه ده، لان انا في منتجات كتير قوي محتاج اجربها واشوفها ونشوف الموضوع ده جامد ولا مش جامد. جامد ولا مش جامد؟ انا نزلت بوست الصبح سالتكم كده انتوا محتاجين تعرفوا ايه عن هذا الجهاز او عن موضوع الطاقه الشمسيه. هقول لكم شويه اجابات على الاسئله اللي جت. هذا الجهاز بيشحن بالكامل في 6 ساعات، الكهرباء بتاعته بتقدر تقعد لو لمبه واحده لغايه 24 ساعه، لو الثلاث لمبات تقدر تاخد لغايه 12 ساعه، يعني تقدر تشغل هذا الجهاز 12 ساعه عن طريق السولار سيستم. ومتوفر في مصر، عشان الناس تقول لي هو ممكن ما يبقاش متوفر في مصر، ليه قطع غيار. الموضوع بسيط وسهل جدا، الموضوع امن جدا. محتاج بس اللي انت كل المجهود اللي انت محتاج تعمله انك تركب دي وتنظفها كل فتره، لانها لو جه عليها تراب بيبدا يتاثر فكره الشحن بتاعها عامل ازاي. فانا ركبتها وكنت محتاج كل يومين 3 ان انا انضفها عشان تقدر انها تديني الطاقه بتاعتها بشكل كويس. هذا الجهاز يستطيع ان هو يشحن الموبايل بسرعه جدا، شحن سريع، بطاريته 12000 ملي امبير. ايه تاني؟ تقدر تشغل بيه مروحه، تقدر تشغل بيه في مراوح. انا عندي المروحه دي بتشتغل عن طريق اليو اس بي، مروحه صغيره كده تقدر تشتغل بيه عن طريق اليو اس بي. تقدر تشغل بيه راوتر لو انت جبت الكونفرتر اللي هو من 5 فولت ل 12 فولت، تقدر تشغل بيه راوتر. والراوتر ده لو 4 جي فانت كده خلاص مش محتاج اي انترنت من اي سلك. انا عايز اوريكم حاجه بس دي فيديو جاي. ده كام واط بقى؟ ده 500 واط. ده اخوك كبير بيشحن عن طريق الطاقه الشمسيه هنا، وبيطلع بقى ال 220 وناخد ال 500 واط، والدنيا هنا جامده جدا. وبرده سعره حلو، هنتكلم عليه اكيد في فيديو جاي ان شاء الله.